الفنان أحمد العوضي يفاجئ الجميع بالإعلان عن موعد زواجه، يا ترى هيكون إمتى وهي مين العروسة؟ ده اللي هنعرفه بعد الفصل. السلام عليكم، أهلا بكم في خبر جديد من أخبار الترند اللي كل يوم بتحصل على السوشيال ميديا. والخبر بتاعنا النهارده عن الفنان أحمد العوضي. أخبار كتير انتشرت على مواقع السوشيال ميديا عن زواج الفنان أحمد العوضي من واحدة من اللي اشتركوا معاه في مسلسل فهد البطل، زي الفنانة كارولين عزمي اللي كانت قايمة بدور أخته، أو الفنانة يارا السكري اللي كانت قايمة بدور بنت توفيق التمساح. وفهد اتجوزها على كناريا اللي كانت زوجته في المسلسل، اللي هي الفنانة ميرنا نور الدين. حتى ان في كلام كمان اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن المطربه رحمه محسن، وخصوصا الاخبار دي بدات تزيد بعد مشكلته مع الفنانه ياسمين عبد العزيز اللي هي زوجته السابقه، والحوار اللي حصل بينهم اللي كلنا شفناه الفتره اللي فاتت، لحد ما ظهر بنفسه الفنان احمد العوضي في احد البرامج التلفزيونيه وقال تصريح بيتكلم فيه عن موعد زواجه الحقيقي. التصريح ده قال فيه: هعلن عن ارتباطي بعد العيد، وهي فنانة محترمة قوي وهتفهمني كويس. والغريب ان كل الناس بعد التصريح ده اتجهت انظارها للفنانة ميرنا نور الدين، وده لان الجمهور كان شايف ان الفنان احمد العوضي والفنانة ميرنا نور الدين كانوا منسجمين قوي مع بعض في كواليس تصوير مسلسل فهد البطل. ورغم كل التوقعات ديت، الفنان احمد العوضي لحد دلوقتي لا اكد ولا نفى الكلام اللي بيتقال على علاقته بالفنانة ميرنا نور الدين. وحتى الفنانة ميرنا نفسها ما طلعتش ردت على أي حد من الجمهور، ولا طلعت بأي تصريحات لحد دلوقتي سواء بتأكد أو بتنفي. شاركونا برأيكم في التعليقات، هل فعلا ممكن تكون الفنانة ميرنا نور الدين هي العروسة المتوقعة للفنان أحمد العوضي ولا لا؟ ولو أول مرة تشوفنا يشرفنا اشتراكك في القناة، وما تنساش تعمل لنا لايك لأن اللايك بيساعد على انتشار الفيديو. واستنونا في خبر جديد وحكاية جديدة من حكايات مع الناس.